السلام عليكم. رسالتي لكل اخواتي المغتربين اللي زيي. بدايه كده، انا تقريبا النهارده اديلي 7 ايام في مصر. ربنا يرجع كل واحد مغترب لاهله سالم غانم. في البدايه كده عايزك تصلي على النبي وتستغفر ربنا، وعايزك تسمع لي النهايه. انا طالع اقول لك على شويه حاجات لمصلحتك وعايزك تسمعهم مني. لو كان اخوك الصغير او انت اكبر مني فانا عايزك تسمع مني الكلام ده. انا النهارده تقريبا داخل في 7 يوم في مصر اجازه. هقول لك انا صرفت لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه ده يتعدى ال 20,000 جنيه. ممكن تقول عليا كذاب، ممكن تكون عليا صادق، بس انا ربنا بكلمك بكل صدق. في ايه واتصرفت ازاي وعشان ايه مش عارف، رغم اني قاعد في شقه ملك وكل حاجه، بس فلوس بتصرف وخلاص. المشكله ان احنا كناس بنسافر ما بنعرفش نأقلم نفسنا في مصر زي الناس اللي عايشه هنا. كان منطلق الرجوله او معنى كلمه راجل كانت كل واحد بنصنفها زي ما هو عايز. وانت بتشوف الشخص اللي قدامك ده راجل ازاي، كل واحد بيشوف الشخص اللي قدامه ده راجل ازاي. انما في الوقت اللي احنا فيه حاليا انا بشوف من وجهة نظري الراجل هو الشخص اللي قادر في الوقت ده يصرف على بيته ويصرف على اولاده علاج ودروس ومصاريف شخصيه، رغم كله ده ان هو عايش في مصر ما بيسافرش. بكلمك عن الناس اللي عايشه في مصر، ربنا يعينهم وربنا يقويهم وربنا يقدرهم وربنا يصبرهم ويقدروا يكملوا لفتره كمان لقدام. اسعار غاليه، كل حاجه بقت غاليه، وده بقى في كل مكان. يعني دكاتره بقت غاليه، دروس خصوصيه بقت غاليه. يعني عايز اقول لك هي معجنه والكل بيدعك فيها. فربنا يقدرهم وربنا يقويهم وربنا ينور لهم بصيرتهم وربنا يرزقهم بسفريه يسافروها، عشان الواحد منهم لو هو قادر انه يستحمل اديله شهر واثنين وثلاثه، فيجي الوقت اللي هو مش هيقدر يكمل اكتر من كده. فربنا يقويهم. لكن ليك انت كواحد مسافر، لو عندك فكره انك تنزل نهائي ففكر في القرار ده كويس سنه واتنين، واعمل مشروع البديل لنفسك قبل ما تاخد القرار ده. لو الامور متزنقه معاك، لو كنت في السعوديه او في الكويت او في اي دوله وشايف ان نفسك لك شهر واثنين وثلاثه ومش شغال، انا بقول لك طول بالك، هتيجي بس عايز صبر. هتيجي بس محتاجه منك شويه صبر وشويه مجهود وشويه سعي. لكن تاخد القرار وتنزل، صدقني ممكن تندم كتير. حد هيقول لي ناس كتيره جدا عايشه في مصر وما بتسافرش. انا عارف ان في ناس كتير عايشه، بس كل واحد له ظروف معيشه غير التاني. والناس اللي عايشه في مصر بتعرف تعيش وبتعرف تمشي امورها غير اي واحد مسافر. المسافر مصاريفه بتكون مختلفه شويه وما بيعرفش يدير الامور زي اي شخص عايش مننا. ملاش دعوه بالسن كبير او سن صغير او اي حاجه. والحاجه الاهم اني تطول بالك شويه وتسعى، وان شاء الله ربنا يكرمك. لو اي حد مسافر وربنا رزقك انك تقدر تسفر حد وتشوف له فيزا، اعمل ده لوجه الله. الناس محتاجه اللي نقف جنب بعض ونساعد بعض. شباب كتير محتاجه السفر وناس متجوزه، والكلام اللي انا بقوله ده مش هيعرفه غير الشخص اللي ادعك في الحياه والشخص المتجوز بالاكتر، ان عارف قد ايه حاجه صعبه جدا لما تكون مش عارف تكفي مصاريف بيتك. فلو اي واحد مسافر مننا قادر انه يساعد حد في مصر بسفريه، فاعمل ده لوجه الله واكيد ربنا يكرمك. كل ما الامور بتكون صعبه، كل ما بتعمل خير ربنا بيردهولك بسرعه وربنا يكرمك. اعمل ده لوجه الله مش عشان حد. انما الناس اللي عايشه في مصر ربنا يقويكم وربنا يقدركم، بس لو ربنا عطيك الصبر اديلك فتره وعارف تمشي بيتك، فحاول تنجز نفسك وتشوف لك سفريه كويسه، عشان خاطر لو ربنا عطيك الصبر دلوقتي ممكن بعد شويه انت تتعب. ان الوقت اللي احنا فيه بقت الظروف صعبه، بقى الحرام بقى سهل، بقى فلوس كتيره جدا مصدرها حرام بقت سهله، والحلال بقى صعب. فانك تكون قادر تطلع بده كله في وسط الزحمه دي، وسط المعجنه دي، وانت بتاكل ولادك بفلوس حلال وبتصرف عليهم فلوس حلال، فدي في حد ذاتها جهاد في سبيل الله. الموضوع بقى صعب. فربنا هيكرمك وربنا هيجازيك خير على كل التعب اللي انت بتتعبه، بس اسعى وشوف لك سفريه عشان خاطر الامور ما تزيدش معاك اكتر وتخش في طريق انت ما تكونش حابه. ده ربنا يكرمكم وربنا يوفقكم. ومحتاجين ان احنا نقف جنب بعض. مش لازم نقف جنب بعض لما الشخص مننا ينهار نفسيا او يحصل له حاجه نفسيه او اي حاجه. نقف جنب بعض والحياه متيسره احسن واضرارها اقل، غير لما نوصل لمرحله ان احنا نسيب حد لما الامور تتدهور معاه خالص، وبعد كده نقول ليه ما سمعنالهوش وليه ما شفناهوش. انا قاعد في مصر وبقول لك في خلال 7 ايام تعديت ال 20,000 جنيه ومش عارف في ايه. مصاريف علاج، دكاتره كل يوم، دكاتره، كهرباء، حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا بتصرف. لو حد قالها لك وانت مسافر انت مش هتصدقه، بس لما تنزل وتشوف على ارض الواقع لا، الوضع بقى صعب. لو مسافر طول بالك وربنا يكرمك واصبر، وان شاء الله هتتعدل.
اي حد يقول لك انا عايش في مصر وباكل وبشرب والحياه كويسه، انزل نهائي. لا، لو كان هو عايش كويس وكله ده، انت مش هتعرف تعيش نفس عيشته. محتاجه منك صبر، ومحتاجه منك ان انت تكون على قد المسؤوليه، عشان في ناس كتيره رغم ان الغربه صعبه جدا ومحدش يقدر يقول ان الغربه سهله، ومحدش عارف ده كويس غير الناس اللي بتسافر اللي زيي. محدش هيسمع ده ومحدش هيصدق ده، موضوع صعب. بس انت مش هتعرف تأقلم نفسك زي اللي عايش في مصر، فطول بالك واحمد ربنا على الغربه اللي انت فيها. جه الوقت اللي نحمد ربنا على فرصه العمل اللي ربنا عطاها لك. ساعات ممكن تكون انت من وجهه نظرك شايف ان الحاجه دي صعبه او الحاجه دي مش كويسه، بس ممكن يكون خير ليك من عند ربنا، بس انت مش شايفه. فطول بالك، ولو في ضيقه معاك هتتعدل، بس انت احسن من غيرك بكتير. السلام عليكم، اشوفكم على خير.